الفيديو ده انا هقولك على نقطتين لو فهمتهم واستوعبتهم كويس هتقدر ان انت تعمل فلوس من اللا شيء. هتقدر ان انت لو معاك راس مال قليل او معاكش راس مال خالص تقدر ان انت تعمل فلوس. النقطتين دول هم اهم حاجة تحطها في دماغك وانت بتفكر انك تعمل مشروع خاص بيك او انت بتفكر ان انت تعمل مصلحة كده زي ما بنقول. فتعال نشوف الموضوع ده وكمل الفيديو للاخر لان الفيديو ده مهم جدا ويلا بينا. طيب اول حاجة لو انت عايز تعمل فلوس فقدامك نقطتين. النقطة الاولانية وهي انك تحل مشكلة، ان انت تدور على اي مشكلة حواليك وتحاول انك توجد لها حل وتبيع الحل ده للناس. مثال بسيط زي الشركات الكبيرة اوبر مثلا، هو الناس كان عندها مشكلة في ان التاكسيات مش دايما متاحة، في ان هو بيبقى عايز ساعات يوصل في وقت معين او ان هو عايز خدمة انضف من التاكسيات وانضف من المواصلات العامة. فلقوا المشكلة دي وحلوها بان هم بيربطوا ما بين المستخدمين واصحاب العربيات. لو بصيت على اي حاجة حواليك هتلاقي ان هي كانت حل المشكلة. مثال مثلا حاجة زي طلبات حل مشكلة الناس اللي مكسلة تروح السوبر ماركت او عايزة تجيب اكل وفي نفس الوقت ما عندهاش القدرة ان هي تنزل تعمل ده بنفسها او عايزة توفر وقت او مشغولة، فهو حللهم المشكلة دي. بص على اي حاجة حواليك هتلاقي ان هي كانت حل المشكلة. فيبقى اول نقطة ودي ممكن تكون صعبة عليك شوية وهي انك تدور على مشكلة وتحلها. والله لقيت مشكلة وعرفت تحلها كان بها ومبروك عليك، انت كده يعني عديت. طب لو ما لقيتش يبقى اسمع النقطة التانية بقى، هي دي الحل بتاعك. بالنسبة لموضوع المشكلة ده فانت مش لازم يكون معاك راس مال اصلا. يعني لو استخدمنا المثال اللي فات من شوية، اي مثال من الامثلة زي مثلا اوبر ولا طلبات ولا اي حاجة من الحاجات دي، فلو بصينا على الموضوع كده هنلاقي ان الشخص صاحب الفكرة هو يدوب عمل ابليكيشن مش اكتر. عمل ابليكيشن وجمع ما بين صاحب العربية والمستهلك او اللي هو عايز الخدمة دي. فهتبص هتلاقي ان هو ما اتكلفش حاجة، هو بس كان عنده شوية معلومات في البرمجة وخلاص على كده. طيب لو انت واحد ما عندكش معلومات في البرمجة فانت ممكن تستعين بحد وتدفع له مبلغ بسيط في مقابل انه يعمل لك حاجة زي كده. وزي ما بنقول دايما ابدأ صغير. يعني هتلاقي ان اي ابلكيشن من الابلكيشنز اللي اتكلمنا عليها او اي فكرة اتعملت هي بدأت بشكل بدائي جدا وكان يعني الابلكيشن راح في داهية. فعادي جدا ان البداية بتاعتك تكون مش بيرفكت، بس المهم يكون في بداية اصلا. فلو لقيت مشكلة وحلتها مبروك عليك، ما لقيتش تعال اسمع بقى النقطة دي. تاني حاجة انت ممكن تعمل بيها فلوس، وهنا بقى انت مش محتاج اي راس مال نهائي، وهي ان انت تنقل خبرة. يعني ايه؟ انت دلوقتي ولنفرض بتتعلم اي حاجة او عندك مهارة او موهبة في حاجة معينة، ما يمنعش ان انت تشرحها اللي قدامك وتدي فيها كورسات وتبدأ ان انت تجمع فلوس من الحاجة دي. والفلوس اللي هتجمعها ساعتها تقدر بقى ان انت تستثمرها في حاجة محتاجة راس مال. ولكن بدايتك انت ممكن تبدأ ان انت تنقل خبرة بس. يعني انت عندك مهارة في حاجة معينة، بدأت تتعلم كورس معين او حاجة معينة، ممكن تقعد مع الوقت كده تجرب مع نفسك لحد ما تتمكن فيها، هنقول بنسبة 70%. ساعتها هتبدأ ان انت بقى تدي دورات في ده، او ان انت تبدأ ان انت تعرض الشغل بتاعك على اللي حواليك ولو حتى بأسعار مخفضة جدا، وممكن كمان في البداية ببلاش. فابدأ ان انت اكتسب خبرات وانقلها لغيرك. حاجة زي كده انت تقريبا ما بتتحملش اي تكاليف لان انت بتبيع حاجة انت اتعلمتها. طيب تعال نقول كده الكلام اللي فات هما نقطتين، يا تحل مشكلة يا تنقل خبرة. قدرت تلاقي مشكلة وتحلها مبروك عليك، انت هنا ربنا فتحها عليك من واسع. طيب ما لقيتش حاجة زي كده، وده بنسبة 90% او 99% كمان مش هتلاقيها، لان كل المشاكل يعني الناس اللي حواليك حلوها، بس دايما بتتخلق مشاكل جديدة. فاقعد دور، والله لقيت كان بيها، ما لقيتش يبقى النقطة التانية هي الحل بتاعك، ان انت تبدأ تتعلم اي حاجة وتنقلها لغيرك. ولو انت موهوب في حاجة او اصلا انت عندك خبرة في حاجة فهنا خسارة وحرام عليك لو انت ما استغلتهاش وما نقلتهاش لغيرك ولو حتى بسعر بسيط جدا. اتمنى يكون الفيديو فادك باي حاجة، وحط النقطتين دول في دماغك، هم دول المفتاح لان انت تعمل فلوس حتى لو معكش فلوس. متنساش بقى انك تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.